اللي قدامنا ده أشرف بوزيشن، ممثل بيعمل أدوار بسيطة. كان بالرغم من الأدوار البسيطة اللي بيعملها إلا إن ناس كتير حبته وحبت تمثيله، خصوصاً في آخر ظهور ليه في مسلسل كارثة طبيعية. في آخر برنامج ظهر فيه بيقول: في موقف حصل معايا في حياتي مستحيل أنساه. في مرة كان في مشهد والمفروض إني بقف ورا الممثل أمسك بندقية عشان أحرسه، وأول ما قالوا يلا أكشن جت دبانة وقفت على وشي. بقيت عامل زي إسماعيل ياسين لما الدبانة جت على وشه ومش راضية تمشي. طبعا وقفوا التصوير وقالوا الفريق العمل في دبانة واقفة على الراجل اللي هناك ده. فجي حد من المساعدين مشكور الله يبارك له، راح جايب إزازة البيروسول ورشها في وشي. أنا من الصدمة الدنيا اسودت في وشي وما قدرتش أخد نفسي ووقعت في مكاني في ساعتها. وآخر جملة سمعتها قبل ما أفقد الوعي: ارموه بره وهاتوا حد غيره. رموني ورا الديكور، ولما فقت خالص ببص حواليا ما لقيتش حد، أتاريهم خلصوا تصوير ومشي وسابوني مرمي. طبعا أيامها استوديو مصر كان زراعة ومفيش مباني ولا مواصلات، وأنا في اليوم ده كنت مستني أقبض عشان أروح. وبالمناسبة أجري أيامها كان 3 جنيه بس. طبعا لما حصل كده وأنا ما معيش فلوس في جيبي، طلعت مشيت من استوديو مصر في المريوطية لحد شبرا، لدرجة إني وصلت تاني يوم الصبح. الموقف ده لحد دلوقتي كل ما افتكره اتأثر جدا وتصعب عليا نفسي. في الوقت اللي كله مهتم فيه بأخبار المشاهير والنجوم والكاميرا بتجري وراهم في كل مكان، قليل قوي اللي بياخد باله من الناس اللي واقفة ورا الممثلين عشان يدوب بيجيبوا قوت يومهم، ولما بنفتكرهم بيبقى فات الأوان. أشرف بوزيشن حتى لما توفى الناس ما عرفتش غير بالصدفة من مخرج مسلسل كارثة طبيعية، لما جه يكلمه عشان يفرحه بنجاحه في المسلسل واكتشف إنه توفى. لما عرفت كده قلت أعمل فيديو عشانه، عشان كلنا ندعيله ونترحم عليه. ادعوا للراجل الطيب ده بالرحمة والمغفرة. سلام.